الشخصية الطاغية والأفضلية الكاسحة والفوارق الشاسعة عن بقية المنافسين ملامح رسمها الهلال لنفسه خلال الموسم الحالي. أزرق الرياض أكد أنه الفريق الذي لا يقهر ومن ينافس نفسه بنفسه بعدما عجز جميع الخصوم عن إسقاطه ليغرد وحيدا في صدارة دور المحترفين مبتعدا بفارق 7 نقاط عن وصيفه. الأرقام القياسية التي يصنعها الهلال لا أحد يستطيع تحطيمها سواه، فهو يمضي بثبات دون أن يتعرض للهزيمة ليس في الدور فقط بل خلال 22 مواجهة متتالية بجميع المنافسات. كتيبة المدرب جيسوس لم تترك رقما للمنافسين يتباهوا به بل استحوذت عليها جميعا وأصبحت الأقوى هجوميا ب46 هدفا بمعدل أكثر من 3 في كل مواجهة مع أفضلية دفاعية كون الشباك استقبلت 8 أهداف فقط. واقع الهلال يؤكد أنه الرقم الصعب بعلو كعب نجومه على رصفائهم ولا فرق عنده بين فريق كبير وصغير فالكل ذاق مرارة هزيمته والمرشحون لمنافسته على لقب الدوري أسقطهم ب3 أهداف أو أكثر. يمكن يعني بعض السلبيات اللي كانت تصرفات رونالدو كان الحقيقة يتساقط هنا وهناك، يحاول أن يضحك على الحكم في بعض اللقطات منها مثلا يحاول أن يضحك على الحكم صحيح في مسألة الكرة اللي مع ياسين بونو يدعي أنه ضرب بالبوكس، وطبعا في فار ما في مجال يعني أنا استغرب أن اللاعب بهذا العمر وهذه القيمة وهذه المكانة وهذا التاريخ أنه ما يدري أنه في فار راح يحدد ما يقوله هل هو صحيح ولا لا. ادعى أنه أسقط في الهدف الثاني لمتروفيتش، ولكن في الهدف الأول لمتروفيتش الثاني للهلال لم يكن في أي احتكاك. تمثيليات الحقيقة كانت مسيئة جدا للمباراة. نعم. لأنه احنا ما تعودنا أنت تعتبر ما فعله كريستيانو رونالدو من سلبيات المباراة؟ ما في شك أنه من سلبيات المباراة واستمراره حيكون من سلبيات الدوري. طيب بعض يقول ليش ما تكلم عن البليهي، بعض التصرفات في المباراة، تمثيل البليهي في بعض الحالات، ليش تتكلم عن كريستيانو هنا ولا ما في مقارنة. الانتقاد الوحيد للبليهي ما فعله بعد اللي طرد علشانه، هذا ما في شك أنه غير مقبول وما تعود الهلال يسوي الحركات هذه، يتركها للآخرين. ولكن ما يفعله رونالدو طوال المباراة وعدم حتى حصوله على كرت أصفر أمر غريب، يعني ملاحقته للبليه والتصفيق له، ادعاء الضرب في الحالة. نعم. منع بونو من تنفيذ الفاول. طيب. يعني شغلات صارت في المباراة. أنا عندي دقيقتين أتمنى أنها توقف في المباريات القادمة. نعم. مع احترامي وتقديري لما ذكر أبو يزيد، كان يفترض أنه يذهب للبليهي. البليهي أمس حقيقة شوه الهلال وشوه الديربي وشوه جمال الديربي، وخلى نص الإعلام اليوم يتحدث عن تشويه للديربي وليس عن المستوى الكبير للهلال. بالنسبة للهلال، الهلال قدم مباراة كبيرة استحق النتيجة. بالنسبة لكريستيانو رونالدو يجب علينا كإعلام سعودي عندما نتحدث عن أيقونة الدوري، عن نتحدث اليوم هو أيضا راسم البهجة على مستوى الدوري السعودي، هو الرسالة اللي وصلت للعالم من خلال الدوري السعودي. كريستيانو رونالدو نعرفه منذ أن كان في الدوري الأوروبي، هذا كريستيانو ما تغير شيء، هذا أسلوبه، قائد في الملعب، يحتج، يرفض الهزيمة. فهذه الأشياء يجب أن تكتسب لاعبتنا. حكاية إنه مثل على ده، لا، هناك حكمين أو خبراء تحكيم أكدوا بأن بونو يستحق احتساب ركلة جزاء وكرت عليها، ما كان مثل. بالنسبة للدفع هو دفع في ذلك، لكن اللاعب اللي سجل هدف ما كان مشارك وشرعا الهدف، وأنا من الناس اللي قال هدف. لكن أن نحمل أن نتحدث بهذا الأسلوب اللي تحدث به أبو يزيد عن كريستيان، هو يعرف كريستيان يمكن أكثر من غيره، هذا أسلوبه ما تغير شيء. فبالتالي أعتقد إنه ما قدمه أمس كريستيان رونالدو هو نفسه اللي قدمه مع منتخب البرتغال، اللي قدمه مع ريال مدريد. فما كان يفترض أن نذهب للبليهي اللي راح للشباك، اللي يجلس على الكرة قدامه، هذا لا. الهلال كسب في الملعب، ما كان يفترض من البليهي أن يشوه انتصار كبير للهلال زي ما سوى أبو محمد. أنت رحت الأشياء ما أنكرناها من رونالدو اسم كبير ولاعب عالمي لا خلاف عليه، لكن التصرفات اللي سواها غير مقبولة أبدا. ما في تصرفات احتجاجات طبيعية، حتى كان يتحدث معها من ريال مدريد وغيرها.
البليهي لم ندافع عنه وانتقدنا ما عبد الكريم هذا هو كريستيان، هو كريستيان اللي حصل في ريال مدريد واللي واللي في منتخب البرتغال واللي اليوم مع ذا ما تغير شيء. هذا اسلوب. لا غير صحيح، غير صحيح. لا غير صحيح. احنا نتابع الكوره ونشوف التصرفات اللي سواها في المباراه. لا يمكن انت يعني لم يسبق ان عملها في اي دوري. انت بتشوفه الان بفنيله النصر مختلف. لا كريستيان هو كريستيان اللي نعرفه منذ ان كان في منتخب شباب البرتغال، منذ كان في ريال مدريد. هذا رايك لكن لا نتفق معه. طيب شكرا. اكيد ما حتتفق معه. ردة فعل من اللاعب انا لا اتفق معها، ولكن انه ما حصلت وان اللي قاعد يصير هذا تقصد وهذا لا. شاهدنا تاليسكا، وانا اضمن لك لو تاليسكا فايز امس تلقى اكبر منه بيسوي هالشيء، بيسوي شيء اكبر من علي البليهي. وانت عارف استفزازات تاليسكا يحتقن دائما امام الهلال، ولو هو اللي فايز امس بتشوف شيء اعظم، وخصوصا جمهور الهلال هو اللي صار. شلون تقول سابقا سواها؟ ايه دائما يستفز جمهور الهلال. روح للمباريات اللي انتصر فيها الهلال بوجود تاليسكا، اللي انتصر فيها النصر بوجود تاليسكا، وكيف كانت فرحته امام الجماهير، او حتى بعد المباراه كيف يتكلم مع الجماهير. ابو حسام، اولا الان احنا نتحدث بعد 24 ساعه من انتهاء الديربي الاكبر والافضل على مستوى قاره اسيا وعلى مستوى العرب. يمكن شاهدنا تصريح السيد كاسترو وهو يتذمر من ما حدث من غرفه الفار، لما قال ان غرفه الفار تحتاج فار. والحقيقه هذا واقع النصر في الاربع سنوات الاخيره منذ ان اقرت تقنيه الفيديو. يعني انا كان لو تكلمنا عن اخر 8 سنوات مثلا بين النصر والهلال قبل تقنيه الفيديو كانت الاخطاء ممكن تشكل 5% بين الفريقين من اخطاء تحكيميه وهي طبيعيه. الغريب العجيب بعد ان اقرت تقنيه الفيديو اصبحت الاخطاء في مباريات النصر والهلال تصل الى 25%. هذا رقم كبير وكبير جدا، ويجب ان لا يمر مرور الكرام على المسؤولين. احنا شفنا كيف من 2019 اقرار تقنيه الفيديو وسعود السويلم يناشد، الدكتور صفوان السويكت يناشد، سليم المعمر يناشدون بسبب هذه الاخطاء الفادحه. اصبحوا يناشدون الان، تعرفون يعني تناشد المسؤولين، تطلب التغيير، تطلب الاصلاح، ما في استجابه، بالعكس العمليه قاعده تزيد. تصور ان اخر بلنتي للنصر حسب ضد الهلال ما حد يذكره، الجيل الجديد اللي يشجع النصر ما يعرف من سجل اخر بلنتي ومتى احتسب، من 2017 اللي هو عن طريق السلام. في مقابل ذلك احتسب 8 ركلات جزاء للهلال، معظم المحللين اكدوا ان نصفها غير صحيح. في المقابل هناك لا يقل عن 6 ضربات جزاء اكد عليها معظم المحللين ولم تحتسب في وجود غرفه الفار. المصيبه الاكبر يعني حتى ما يستدعي الفار الحكم، هذه مشكله كبيره. المناشدات التي تتم يعني الحقيقه النصر اصبح يناشدون رئيس نادي الهلال فهد بن نافع. شاهدنا امس رونالدو كيف قاعد يتكلم معه، قاعد يناشده على الاخطاء التحكيميه، شيء الحقيقه غير مقبول. بالاضافه للجزء الثاني ايضا مدرب الفريق يتحمل جزء مثل ما تحدث، انا اتفق معه في حديثه، ولكن أن يلعب بالفريق الأساسي أمام الفريق الإيراني بهذا الشكل ويجهل الفريق ويصاب رونالدو ويلعب وهو مصاب، هذه مشكلة كبيرة. أيضا نفس الشيء أفضل لاعب في المباراة علي لاجامي تخرجه في آخر 10، لأن أنا أعتبر المدرب في آخر 20 دقيقة غاب عن المباراة وأصبحت تبديلاته وعمله انفعالي وردود أفعال فقط لا غير. تفضل بركان. والهلال ما زال واحدا من 6 فرق لم يسجل في مرماها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد إلغاء هدفه في الدقيقة 73 بداعي التسلل. التحكيم بكامله كان مصدر احتجاج كبير في مدرج الشمس. والله ما هج الجيم الا بالنهايه، ولا بدايه الجيم احنا والله لعب لنا وكل شيء لنا والله، بس والله العظيم شايف الحكم اللي بيده هذيك. والله صراحه هزيمه قويه، لكن الحمد لله ما جاء الرابع. والله ما ادري، انا جاي من تبوك وكسروا بخاطري والله العظيم. والله انتهت الاعذار وانتهى كل شيء. الهزيمه تزعل شوي، وخاصه ان كانت من الهلال. المباراه كلها ظلم بظلم، والحكم ما يخاف الله. الحكم لبسوه فانيله الهلال وفكونا من الموضوع. ألف مبروك للهلال الفوز في مباراه كره اليد وليس القدم. تعبنا من الظلم، يعني قاعدين عاري الحين كلها امه محمد تتابع دورينا وننظلم زي كذا ليه؟ والنصر صراحه كان يحتاج انه يكون شوي اكثر حده وقوه على الخصم. ليه كل مبارياتنا ضد الهلال
كل مبارياتنا لازم في اخطاء تحكيميه، ليه؟ اول شيء العتب على المدرب، ما قرا لعب الهلال ولا عرف يمسك كوره. مستوى النصر اغلاط حارس، بروزوفيتش غلط، فوفانا غلط، كل اللعيبه غلط. هاردلي وش هاردلي؟ كل يوم اسمعها هذه، كل سنه اسمعها هاردلي هذه. النصر تبي حق الدوري جبت جناح ايمن. تعبنا. انا ما مشكله انهزم عادي، كل واحد ينهزم فريقي، بس يلغي لي هدف تسلل مو تسلل، يلغي لي بلنتي مو بلنتي جف واضح، زي ما تشوف بلنتي يد يلغي لي اياه، انا ابغى حقي بس. راح الدوري خلاص. وتحمل البطاقة الحمراء التي تلقاها علي البليهي مدافع الهلال الرقم 12 في تاريخ لقاءات الديربي، كما أن البليهي أصبح اللاعب رقم 9 الذي ينال بطاقة حمراء في مواجهات الفريقين تاريخياً. هنا علي البليهي واحتفاليته في هذا التوقيت بالهدف الثاني. أما الفارق النقطي بين الهلال والنصر البالغ 7 نقاط، فيعد الأكبر بين المتصدر ووصيفه بعد مرور 15 جولة في تاريخ دوري المحترفين. هذا الفوز كان مصدر سعادة كبرى للمدرج الأزرق. والله المباراة جدا مثرية ممتعة، نبارك للهلال على الفوز، وإن شاء الله الجاي أفضل بإذن الله. مباراة للأمانة عالمية صدق، يعني الحين صار الدوري السعودي، غير انه المباريات كان الحماس عندنا هنا، الى الان العالم كله يتفرج على مباراه الدوري السعودي. قلت 3-0 طلعت صح، قلت 2 متر 1-7 طلعت صح. مبروك لكل الامه الهلاليه، ولا يجيني اي فريق ثاني يقول هاتوا الهلالي، لاني دفنتهم دفن هذا الموسم. جد اجتهاد، شايف انت كيف في اللعب، جد اجتهاد، لا تحكي شيء. الحكم اليوم من افضل الحكام اللي حكم في السعوديه، من افضل الحكام. وانا اتوقع ان الدوري حسم خلاص. 3-0 امام كريستيانو، غير كريستيانو الزعيم دائما موجود. كان اليوم سي لكن ما سوى، سي ما عندنا بالهلال، سي ما يسوي. الف مبروك للزعماء، احنا ترى ضامنين الفوز قبل ما نجي. الهلال هو اعظم نادي في قاره اسيا، لا نرى احد، ما في منافسين، نبغى منافسين. يقول ميسي يستاهل، اللي يستاهل الثلاث الاهداف هذه. قل ميسي ميسي هنا قوة، ما يمشي، هنا قوة.